السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. النهاردة عملت البسكوت بالشوفان. طريقته سهلة جدا وجميلة وطعمه في منتهى الجمال. تعالوا نشوف مقاديرنا عشان تقومي تجربيه. بتعملي دايت هينفعك جدا كسناك. في ناس ما بتحبش البسكويت المسكر، ده برضه هينفعك جدا. تحفة 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 وطعمه مش قادرة اوصفلك على الجمال. هو الشكل بيتكلم عن نفسه. بصي اللهم بارك. تعالوا نشوف مقاديرنا بكل سهولة عملناه عشان تقومي تعملي زيه وهيطلع معاكي روعة الروعة. هنا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول مقاديرنا الجافة الأول عشان نمشي مع بعض خطوة بخطوة ويطلع معاكي النتيجة حلوة. طبعا عندك شوفان في البيت، هتطحنيه يبقى بودرة زي كده. انا جبته مطحون تمام. وده دقيق اسمر برضو هنحتاجه في الوصفة. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. نحط المواد الجافة في الطبق وندخل بعدها على المواد السايلة هنحطها في الخلاط. هنا بعد ما فضيت نص كيلو دقيق الشوفان. بصي ناعم جدا وده هيديكي نتيجة حلوة جدا في البسكوت. معايا الدقيق الاسمر مش متوفر عندك، حطي كوباية من دقيق الابيض عادي. تمام. هو المفروض كوباية ونص، بس انا النص ده هستغله في حاجة عشان البسكوتة تطلع معايا مقرمشة. طبعا هحط ذرة ملح عشان تطلع معايا البسكوتة مقرمشة. استبدلت بقية الدقيق بنشا. تمام. وحطينا في الاول كيس بيكنج باودر، بس هي ما اتسجلتش في الفيديو. تمام. يبقى هنا ايه المواد الجافة اللي هي نص كيلو دقيق شوفان، وكوباية دقيق ابيض او اسمر اللي متوفر عندك، ورشة ملح عشان دي بتظبط الطعم، وربع كوباية نشا. هنقلبهم كويس جدا عشان كده البيكنج باودر يبقى متوزع على كل الدقيق، ما يبقاش في حتة وحتة لا. تمام زي ما انتوا شايفين. يبقى كده ايه جاهز عندنا المواد الجافة. تعالي بقى ندخل على المواد السايلة، ودي اسهل ما يمكن. طبعا ايه انا ببسط لك الموضوع عشان لو اول مرة تعمليه هيطلع معاكي حلو والنتيجة تحفة، وهنشوف بعيننا في الفيديو. عشان لو اول مرة تعمليها هيطلع معاكي ناجح جدا. تعالوا نشوف بقى في الكبة هنحط المواد السايلة ونقول ايه هي الاول، وبعد كده نضربها مع بعض. هنا بقى نيجي للمواد اللي هنحطها في الكبة. معايا ربع كوباية زيت وعليها معلقتين سمنة او زبدة، ومعايا ربع كوباية سكر، ومعايا 2 بيضة، ومعايا فانيليا وقرفة حسب الرغبة. والمية طبعا انا هخلي المية على جنب، هنعجن بيها معلقتين معلقتين عشان ما نتوهش من بعض. هحط المكونات اللي قلت عليها دي في الخلاط، والجافة اهي هنحط دي على دي ونمشي خطوة بخطوة عشان نشوف مقاديرنا هتطلع مظبوطة ان شاء الله. بصوا هنا انا ضربت السمنة على زيت والسكر مع بعض لحد ما القوام بتاعهم تقل شوية. حطيت البيض والفانيليا ورشة القرفة وهضرب تاني. هنا ده القوام المواد السائلة هنحطه هنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنقلب مش هنعجن بايدينا عشان تطلع البسكويتة هشة وجميلة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى معلقتين مية، ما تحطيش المية كلها. بصي انا ماشيه واحده واحده بالمعلقه، بحط ميه بالمعلقه عشان هو بيشرب السوائل. تمام. ومش هعجن فيها كده كتير. انا بص اكني ايه هقعد اقفش في العجينه كده، ايه عارفه اللي هو اقفش حرامي احنا هنعمل كده في العجينه. هعملها واوريكم الشكل النهائي واقول لك خدت قد ايه معايا هي
هتاخد نص كوبايه ميه. هشوف بقى لو زادت او قلت هقولك في المقادير هتاخد قد ايه ميه. بصوا هنا، اللهم بارك. بصي انا معجنتش، هي بتبقى ملزقه شويه. بصي اما تيجي تعمليها اهي اهي، مش هقولك ريحيها، هنشتغل فيها على طول عشان طبعا فيها بيكنج باودر، وعشان تبقى العجينه معاكي طريه في الفرد. هنجيب كيس بلاستيك ونفردها ونشكلها وندخلها الفرن. بس شغلي الفرن وانتي شغاله عشان يبقى الفرن سخن على درجه حراره 180. بصوا هنا انا حطيتها في كيس، تمام، وحطيت عليها الكيس وهفردها كده. بصي اللهم بارك، ماشيه معايا زي الفل. لو سبتيها بقى هتغلبك في الفرد. هنفردها بس السمك ما يبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني هتخرميها كده عشان ما تعلاش منك في الفرن، عشان احنا حاطين بيكنج باودر. بصي كذا ايه مره كده زي ما انتوا شايفين. بصي اهو، هعمل الكميه كلها وادخلها الفرن ونشوف الشكل النهائي مع بعض. وهنا كانت النتيجه، اللهم بارك. عمل الكميه دي كلها. طبعا القلب الجميل ده هعمله بالشوكولاته، فاضت حته طبعا مش هقدر ارميها، فعملته على شكل قلب. بصي من تحت البسكوته مقرمشه وجميله، تحفه جدا. بصي والطعم مش قادره اوصفلك. جربوه وان شاء الله يعجبكم. سلام عليكم.